فاكر ورقة العروض دي؟ أبا غوريات. مش دي عروض كارفور؟ مش خدت الايفون ولبسته؟ تاخد مني 6000 جنيه وتقول لي هجيب لك ايفون والقاه في ورقة العروض ب 600 جنيه في كارفور. كارفور من قدامي بدل ما فيرسهولك ويحسبوا موبايل عليا. والله لا خليك انت في الصيانة يا امور. خليني في الصيانة كيف؟ الراجل معاه حق، حمقان على فلوسه. ما سمعش نفسنته، انا جايب له ايفون وايباد وكمان فيه كارت ميموري، والواد ده كان اصلا سيس طول عمره بيلعب صابوي بفلوس، وانا عن نفسي جبت له الايفون ونزلت له كل البرامج عليها، الواتساب ونزلت له الانستغرام، انما هو ما بيطمرش فيه ومعاه شاحن هدية كمان. لا ما هلبسهاش المرة دي يا علوان. ما هو انت اللي غبي، جايب له ورقة عروض فيها موبايلات صيني وما بتفهمش فيها كمان. لا يا علوان مش هلبسها تاني، وانا بنفسي هبعت لشركة ابل واخليهم يسحبوا منك التوكيل كمان. با هرجتني. صح الكلام ده يا علوان؟ هو هيقدر ينكر؟ انكر لي عاد، مصلحة وقتل، هي كلها بزنس. والبزنس قال لك تنصب على الناس يا علوان؟ اوعى بقى كده، انتوا مالكوش اصلا الكرامة، اخركم موتوريلا ولا ليكوا في الموبايل ابو كاميرتين خالص، الكتل وبس. لا يا اخويا الله يرحم ايام ما كنت بنوكيا بكشاف. واعي لقلة ادبه. طب عليا. حقك علي يا علوان، وانت يا عربي لم الدنيا ولا كلمة واحدة زيادة. انا مش ماشي من هنا غير لما اصور الورقة دي وافضحوا بيها في البلد كلتي، وغير كده يديني 6000 جنيه ويجيب لي لابتوب تاني كمان. واجيب لك كارت ب100. ماذا والا؟ بالورقة اللي معايا بتاعت العروض هفضحك يا علوان واسيح لك في البلد انت وشركة ابل، ومش هسكت غير لما ترجع لي حقوقي وتوديني دريم بارك كمان. غور على دريم وعلى الصاروخ، الواد اتجنن، روح وراه بسرعة لا يفضحنا على الفيسبوك. اجري يا دبور، يلا يا امور بسرعة. الايباد ثمنه 600 جنيه هنتفقس. ماشي يا ضلالي يا عربي. يا بلد، واضح ان سبوبة الايباد والايفون مش هتاكل معاهم. انا لازما اشتغل في ال LCD وال LED كمان.